السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا النهاردة أول جي دي، أول محاضرة ماسكولوسكيلتال في ماسكولوسكيلتال موديول. هي هنا دي زي في أول سلايدين دول هنا، بيبقوا زي تذكرة كده بنفكرك بالأسبرين، وبأهم حاجة قلناها في الأسبرين هي إيه؟ الري سندروم. لو كده عملنا ريكاب نفتكر إيه هو الري سندروم. الري سندروم ده زي ما قلنا هو عبارة عن طفل أو تين ايجر من 4 ل 12 سنة، تمام؟ جاله upper respiratory tract infection او فلو، دور برد عادي، تمام، او تشيكن بوكس. طيب، جايه اي حاجه من الحاجات دي، لقيت وشه محبب، دور برد بقى بكحه ومش عارف، ومناخيره مخنخنه ومقفوله والكلام ده كله، جيت انت قمت زي الشاطر مديله ايه؟ اسبرين. قلنا الاسبرين بيعمل ايه؟ بيعمل في السن ده حاجه اسمها ايه؟ ري سيندروم. بيروح يضرب الليفر، تمام، يمنع البيتا اوكسيديشن في الليفر. فلما يمنع زي ما قلنا البيتا اوكسيديشن اللي بيحصل في الليفر ده، بيقوم عامل ايه؟ بيعمل دامج للليفر، او بيحصل فلومينانت هيباتيتس، او هيباتيك ايه، مشكله في الليفر، هيباتيك فيلير او ليفر فيلير. فده بالتالي يمنع ان انا اتخلص من الامونيا اللي هو الحاجه الشريره. ليه الامونيا شرير؟ زي ما قلنا ان هو ايه؟ برين توكسيك. فلما ما اعرفش اتخلص من الامونيا، انا مش عارف اخلصها او اخرجها بره الجسم، هتقوم رايحه للبرين، عامله لي بقى السيربرال بقى اديمه، وممكن تعمل لي ايه؟ مشاكل ايه؟ هيباتيك، حاجه بيسموها الهيباتيك ايه، او انكفالوباثي، تمام. طيب، ده بالنسبه ايه؟ للايه؟ ري سندروم. زي ما نقرا بس الكلام كده، تشيلدرن او تينيجر زي ما قلنا من 4 ل 12 سنه بتحصل. قلنا الناس اللي عندهم ريسنت فايرال انفكشن، اهم حاجه يبقى فايرال انفكشن زي التشيكن بوكس او الفلو، اي دور برد اللي هو بيجي في الشتاء ده، تمام. وانت قمت جيت مديله اسبرين، فبيزود الريسك ان هو يجيله ري سندروم. مع العلم ان الري سندروم دي برضو بيبقى ليها ايه؟ باك جراوند جينيتك برضو شويه. يعني انت مش لازم اي حد هتديله اسبرين، طفل صغير عنده فلو او حتى تشيكن بوكس هيجيله الري سندروم، لا مش لازم. لكن هو بيبقى ايه؟ بتزود الريسك يعني، هي دي الفكره. طيب، قلنا هتعمل برين بقى وليفر دامج، وشرحنا ايه بتعمل ايه، والفاتي اسيد اوكسيديشن والنظام كله. طيب، بالنسبه الاسيتامينوفين، كان في حاجه اعتقد ممكن ما قلناهاش، حته الميكانيزم بتاعه بالظبط شغال ازاي، او يعني الاكسكريشن بتاعه بيخرج او بنطلعه بره الجسم ازاي. عن طريق قلنا يعني اللي هنقول بقى عن طريق اتنين باثوي. في حاجه اسمها الميور باثوي والماينور باثوي. طيب، الميور باثوي ده بيحصل له اوكسيديشن بالغني عن التعريف السي واي بي 450، تمام، اللي في الليفر بالجلوتاثيون، تمام. ده الميجور باثوي. الماينور باثوي واللي بيحصل فيه مشكله اللي هو ايه؟ ال 5% اللي بيحصل لهم ديتوكسيفيكيشن باي الليفر، اللي هو الناب كيو اي. انا عندي بعد ما الاسيتامينوفين ده بيتكسر، بيتحول في الماينور باثوي، بيتحول لايه؟ لميتابولايت اسمه ال NAPQI، تمام. الميتابولايت ده عموما سواء هنا في الميجور باثوي او في الماينور باثوي، لو في ديبليشن في الجلوتاثيون، الجلوتاثيون ده قليل، او الليفر مش قادر يتخلص من الناب كيو اي ده بيبقى توكسيك. الناب كيو اي ده ايه؟ توكسيك. فهو بيبقى توكسيك، بيؤدي الى significant ايه؟ هيباتيك ايه؟ نيكروزس. طب الكلام ده امتى؟ لما تاخده بكميه كبيره جدا. يعني مثلا واحد مثلا ما يجيش يقول لي انا خدت النهارده حبيب بنادول وخايف يجي لي هيباتيك نيكروزس، اقول له انت بتهزر، انت عندك يا عم جلوتاثيون في جسمك، يحصل على طول ايه؟ ديتوكسيفيكيشن للميتابولايت وخلاص تخلص منه، فاهمني؟ لكن ما واحد بقى مثلا سف شريط، الموضوع بيختلف، بتبقى بايه؟ بدوز معينه. فزي ما قلنا كده، الاسيتامينوفين بيتكسر بايه؟ عن طريق كذا حاجه. 5 ل 10% منه هيتحول للناب كيو اي. الناب كيو اي ده للاسف لو ما فيش جلوتاثيون، الجلوتاثيون قليل، تمام، ما بنقدرش اسمه ايه ده نتخلص من الميتابولايت الشرير ده. لما ما بنعرفش نتخلص منه، بيقوم عامل ايه؟ رايح ضارب لي الليفر، يعمل لي ليفر سيل دامج. طيب، عشان احل المشكله دي، يعني عيان دلوقتي جالك واخد والله العلبه الكامله بتاعت البنادول، مثلا كان بيحاول ينتحر ولا حاجه، تديله ايه؟ حاجه اسمها ان استايل سيستاين. بكل بساطه هتقوم عامله ايه ان استايل سيستاين دي؟ الجلوتاثيون القليل ده تحاول تزوده لي، بحيث اعرف اعمل ديتوكسيفيكيشن للناب كيو اي واخلص منه من غير ما يحصل ايه؟ الحق الليفر ايه؟ سيل دامج. بس الموضوع ده ايه؟ بكل بساطه، عشان ايه؟ ما توجعش دماغك بالجزئيه دي، تمام. طيب، نبدا ندخل دلوقتي على ايه؟ الاسئله. بيقول لك هنا which of the following is the only local anesthetic that cause vasoconstriction and may result in an increase in blood pressure. قول لي بقى، قايلينها في المحاضره ولا مش قايلينها؟ قلنا الكوكين الوحيد اللوكال انستيك اللي بيعمل فازو كونستريكشن، لان كل دول A وسي ودي واي، سواء البافيكين، البنزوكين، الليدوكين، التتراكين، كل دول زي ما قلنا ايه؟ فازو دايليتورز. وعشان كده قلنا بندي مع الادويه دي فازو كونستريكتور، حاجه اسمه الفا الافيدرين، بندي الفا ايه؟ الفا اجونست.
معاهم. تمام. طيب نيجي طيب للسؤال التاني. A 26 year old woman، تمام، والسيربرال بالسي، ماشي، حط عليها خط، complain of severe pain مع spasm في الايه في الليج ماسل. طيب بيقول لك اني دراج من دول in cerebral palsy to reduce the skeletal muscle spasticity، اهم حاجه بيعمل ايه by action on cholinergic nerve ending. طيب الاجابه بوتولينيوم توكسين. او ايه اصلا البوتولينيوم توكسين ده؟ كنا قلنا او ايه ادينا عليه هنت وانتوا واخدينه قبل كده، بس انا ايه هفهمك ازاي ايه الفكره. انا دلوقتي هو هنا عندي قال لي ايه في السؤال؟ عشان احل السؤال ده لازم اعرف معلومه مهمه جدا. ايه هي المعلومه؟ ان هو عايز حاجه شغاله على النيرف اندنج، الكولينرجيك نيرف اندنج. تمام، ده مربط الفرس كله. سيبك بقى من الكلام اللي فوق، انت عندك سكيليتال ماسل سباستيستي عايز تحلها. طب الدواء بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الكولينرجيك نيرف اندنج. لو جيت قلت لك فين في هنا، يعني فين في الرسمه دي الكولينرجيك نيرف اندنج؟ اهي هنا اهي. طيب ايه اللي شغال هنا؟ الفكره في البوتولينيوم توكسين ده بيعمل ايه؟ لو انا جيت قلت لك ان ده النيرف اندنج بتاعي، تمام، وهنا فيسيكلز اهي فيها الايه الاي سي تي اتش الاستايل كولين. طيب صغر لي الخط هنا اهو كده، الاستايل كولين جوه. المفروض ايه اللي بيحصل؟ وعندي مثلا اللي تحتيها هنا دي المصل، المصل اهي، مثلا انا ارسم ممبرين اهو بتاعها، تمام، الساركوليما ده اهو، تمام، والريسبتورز هنا اهي بتاعه ايه الاستايل كولين اللي هتمسك فيها. وانا كده ايه كل حاجه جاهزه، ناقص هنا ايه كده؟ ناقص ان الاستايل كولين يطلع من الفيسيكلز بتاعته، تمام، وايه ويمسك في الريسبتور عشان يحصل بقى ايه الكونتراكشن اللي في المصل. تمام. طيب الفكره بقى في البوتولينيوم توكسين بيعمل ايه بقى في النيرف اندنج ده؟ انت عندي مفروض هنا في بوابات بتاعه الكالسيوم. الكالسيوم مفروض بيجي يدخل من البوابات دي، يعمل لايبريشن او يفرقع الفيسيكل دي، فالاستايل كولين بكل بساطه يطلع من هنا كده، يمسك بقى كل واحد يمسك في الايه في الريسبتور ايه بتاعه. تمام، ويعمل بقى ايه يفتح البوابات بتاعه الصوديوم، والقصه بقى ايه اللي شرحناها. طيب لو جيت قلت لك ان انا عندي الشرير ده، تعالى نعمله بالاخضر زي جرين جوبلin، اللي هو البوتولينيوم توكسين ده، البي تي، سميه بي تي، بوتولينيوم توكسين. بيجي يقول لك معلش الفيسيكلز دي مش هتفرقع، مفيش حد هيفرقع الفيسيكلز دي هنا، فبالتالي مفيش اسيتايل كولين هيطلع، فبالتالي مفيش اسيتايل كولين هيمسك في الريسبتورز دي. تمام، ده مسح البتاع كله. طيب مفيش اي اسيتايل كولين هيمسك في الريسبتور دي، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ ان انت خلاص مش هيحصل ايه بقى ايه كونتراكشن، وهيحصل في ايه ريلاكسيشن في الماسل، او في الحته اللي انت حقنت فيها ايه البوتيلينوم توكسين، او بقى لو واخده في الاكل على حسب بقى انت ايه واخدته هو اكل بايظ ولا حاجه، واكل فسيخ ولا مش عارف واكل ايه، ولا انت اصلا بتحقنه في عياده عند دكتور يعني. ده بالنسبه ايه للموضوع كله. فعشان كده ليه اخترنا كولينرجيك ليه اخترنا بوتيلينوم توكسين؟ لان هو الوحيد في دول اللي شغال على الكولينرجيك نيرف اندنج. تعال نشوف طيب الصوره ونشوف الاختيارات اللي معانا. بص كده. طيب الصوره اهي، الباكلوفين طبعا ده شغال ورا خالص في ايه على السباينال كورد. طيب الدانترولين قلنا ده شغال في المصل نفسها، ماشي. الدايزيبام بقى والادويه التانية برضو نفس الكلام زي الباكلوفين. الوحيد اللي شغال فين على هذه النطاق الكولينرجيك نيرف اندنج هو مين؟ البوتولينيوم ايه توكسين. بس كده ايه بكل بساطه. طيب ماشي. بيقول لك هنا السؤال الثالث which of the following correctly describe the actions of الباكلوفين. خلاص احنا عارفينها شغال ازاي. قلنا الباكلوفين لو تفتكر قلت لك الباكلوفين نعرف فيه حاجتين، اعرف ان هو شغال الاثنين البي، يبقى بوث، ويبقى شغال على ايه الجاما امينو بيوتريك ايه اسيد ريسبتور. فالاجابه هتبقى ايه سي. لو تفتكر في الجزء ده في المحاضره قلنا ان هو شغال على حاجتين، بيبقى شبه الجابا، الجاما امينو بيوتريك اسيد ريسبتور دي شبه الجابا، تمام. فهو شغال على الجابا ايه ريسبتورز. هو شبهه هو مش جابا، بس هو شغال على نفس الريسبتورز بتاعت الجابا. طيب وقلنا الجابا ده انهبيتوري وبتاع، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيقلل السباستيستي ويعمل ريلاكسيشن في المصل. ده بالنسبه لهذا السؤال. نيجي هنا يا رجاله يا شباب للسؤال الرابع. ماشي، بيقول لك ايه السؤال الرابع؟ ست عندها 62 سنه داخله تعمل عمليه، ماشي. قبل ما ينيموها ادوا لها سكيليتال ماسل ريلاكسنت عشان يعرفوا يدخلوا تيوب في الماسلز ايه بتاعه اللارynx وكده. طيب لو الدواء اللي هي خدته ده بيعمل كونتراكشنز، ماينور كونتراكشنز، هو ماينور كونتراكشنز براير قبل الماسل ايه ريلاكسيشن، يبقى مين الدواء اللي بيعمل كده؟ طيب الاجابه ساكسينايل كونيل. طب الساكسينايل كولين قلنا كان بيعمل ايه الساكسينايل كولين ده؟ بكل بساطه وسهوله بيعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي قلت لك ان ده ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر، ديبولا اهو رايزنج. طيب
يعني ايه ديبولارايزنج؟ قلت لك ان ده مكار، ده ثعلب عامل زي الثعلب بالظبط. ايه بيروح يمسك في الريسبتور. انا يا باشا الاستايل كولين اللي انت كنت ايه بتتمناه وعايزه عشان ايه تعمل كونتراكشن في الماسل دي، يضحك عليه. طيب بعد ما ضحك عليه يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي عامل فعلا شويه كونتراكشن اهو، ما ضحكتش عليك، انا بعمل كونتراكشن اهو زي الاستايل كولين، يمكن احسن منه فاهمني. شويه كونتراكشن بسيطه كده، وبعدين يقول له ايه؟ إيه امك في العشه ولا ايه ولا طارت حرفيا، يعني يضحك عليه يقول له يلا يلا من هنا ايه، مفيش حد ايه، مفيش اي حاجه هتعدي من هنا، ويعمل ايه؟ ريلاكسيشن، انا ضحكت عليه حرفيا بالظبط. هو ده اللي بيعمله مع الريسبتور، بيضحك على الريسبتور يمسك فيه يعمل كونتراكشن وهكذا، وبعدين يقوم عامل ريلاكسيشن. فهو ده الميكانيزم ايه بتاعه، مفيش غيره. يبقى مفيش غير الساكسينهايد ايه كولين هو اللي بيعمل الميكانيزم ده. طيب نيجي للسؤال الخامس معانا. السؤال بيتكلم عن ايه او بيقول ايه؟ A patient دخلناه او ادينا له سكيليتال ماسل ريلاكسنت عشان داخل عمليه يعمل عمليه في الابدومين. طيب patient soon begin to exhibit hypotension, bronchospasm, excessive bronchial salivary secretion. ستوب هنا، ستوب ستوب ستوب، انت بتقول ايه؟ إيه الكلام ده؟ طيب ماشي، دي معلومة في الدواء اللي هو الكومبetitive ان ام بي نيوروماسكولار بلوكرز، اللي هو لو تفتكر كان مين الاب الروحي بتاعهم او الجاد فازر؟ التيوبو كيورارين. طيب ليه بيعمل كده التيوبو كيورارين؟ ما انت اي حاجة، يعني اي فعل بيحصل لازم يكون ليه ايه مسبب الفعل ده. طيب التيوبو كيورارين ده بيعمل ايه يا شباب؟ التيوبو كيورارين ده لقوا ان هو لما الناس بتاخد الدواء ده بيحصل ايه؟ بيشتغل على حاجه اسمها الهستامين. اكيد انتوا عارفين الهستامين ريسبتور. طيب بيشتغل على الهستامين ريسبتور. يعمل ايه بقى في الهستامين ريسبتور ده؟ الهستامين ده بيعمل ايه اصلا؟ يروح عامل لي فازو دايلاتيشن. تمام، يعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل. تمام، يعمل لك هايبو تنشن. ماشي، يعمل فازو دايلاتيشن في البرونكاي، فيعمل لي بقى حته ايه؟ البرونكيال انكريس في البرونكيال سكريشن والبرونكو ايه؟ والبرونكو سبازم. طيب ماشي، ده بالنسبه ايه لهذا ايه السؤال. يبقى احنا عرفنا كده التيوبوكولين كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر اصلا ما بيستخدمش دلوقتي نتيجه للسايد افكت بتاعته الكتيره، كنا قلنا كده. والسايد افكت اصلا بتؤدي الى برضه مشاكل في القلب اكتر من ايه؟ من الهايبوتنشن. تمام، وبتعمل براديكارديا وحاجات تانية. طيب بيعمل ايه؟ شغال على الهستامين ريسبتورز، يفعلها لما لو عايزين نحل الموضوع ده واحنا بندي، يعني لو مضطرين نديه بندي معاه انتي هستامين ايه؟ انتي هستامينيك ميديكيشن. تمام، عشان ايه يعني عارف ما نحاولش ندخل في السايد افكت بتاع الفاز دايلاتيشن والعين يخش مني في هايبوتنشن ايه وبرونكو ايه اسباسم. ده بالنسبه ليه الدواء ده. طيب ماشي، بنقول هنا a 26 year old man undergoing surgery، داخل عمليات، اديله inhalant anesthetic. ادينا له يعني عن طريق التنفس ايه مخدر عن طريق ايه النفس. she is also given an IV dose of succinylcholine. حط خط على الحاجة اللي عارفينها. within minutes she develop heart rate ماشي 124 عالي. increasing core body temperature اوه سخنت. which of the following mechanism of action interfere for the patient a condition. دي حالة ايه يا شباب؟ الله ينور عليك، malignant hyperthermia. داخل العملية خدت ساكسينايل كولين، بدأت تسخن، الهارت ريت بتاعها بيزيد. طيب الفكرة كلها هنا في ايه؟ ان هو ايه الميكانيزم اللي بيحصل؟ قلنا الساركوبلازميك ريتيكولم بيطلع اكسسيف كمية من الكالسيوم، يعمل كونتراكشن جامد، فيعمل لي زيادة البادي تمبريتشر، ويعمل ماسكولار ريجيديتي، ويدخلني في اسيدوزس، ويعلي الايه؟ الهارت ريت. فدي كده الاجابة تبقى ايه؟ طيب يا شباب نيجي هنا لهذا السؤال. 33 year old woman رايحة تعمل عملية. تمام، minor outpatient procedure. الفيزيشن قال لها والله انا عايز اديكي لونج ديوريشن استر يا حاجة او يا ست، عشان هي صغيرة مش كبيرة. ماشي، ادي لك ايه مخدر يعني لوكال انستيك، مخدر بنج موضعي. طيب مين اللونج تيرم؟ عشان نعرف حتة الترمات دي لازم نرجع للمحاضرة نفتكر ان هو اصلا الاسترز دي كانت الحاجات اللي اخرها ايه اللي هي الكوكين، فيها اي واحدة. ماشي، اي واحدة في كل بنزوكين بروكين كوكين. هنا هتلاقيها دي فيها اتنين، يعني مثلا اي حاجة فيها الليدو كين في كام اي؟ الاي بتاعت الكين اللي هي الايه دي، ماشي، والاي اللي هي هنا في الليدو. مثلا دواء تاني اسمه مثلا روب في كين في كام اي؟ في اتنين اي. يبقى ده كده تبع الامايد. تمام، يبقى ايه احفظها، الامايد اتنين اي، الاستر هتلاقيها ايه اي واحده او كين واحد، فيها كين في الاخر بس لكن ما فيهاش اي تاني. تمام. طيب انا هنا بقول لك لونجر ديوريشن، انا عايز هعرف الديوريشن منين؟ تترا يعني باللاتين 4، فده رقم كبير.
تمام، اكتر من البروكين يعني تتر 4. فعشان كده ده لونجست ديوريشن 10 اور. تمام، والاقل منه او اقل ديوريشن خالص، ما هو يقول لك يا اعلى ديوريشن يا اقل ديوريشن. اقل ديوريشن ايه؟ الكلوروبروكين، ده بيبقى ايه؟ نص ايه؟ نص ساعه. فانت هيعرف ان تتراكين اسرع، يعني اكتر واحد بيقعد ديوريشن، والكلوروبروكين بيقعد اقل ايه ديوريشن. طيب هتيجي تقول لك في الاونست مين بيشتغل بسرعه؟ اكيد اللي بيقعد وقت اقل لازم يشتغل بسرعه، لان هو لو هيشتغل بطيء يبقى ملوش لازمه، يبقى ايه؟ ما نديلوش دواء احسن. انت واخد بالك؟ فايه تعرف ان ايه الكلوروبروكين رابيد، الكلوروبروكين رابيد اونست، والتتراكين بيبقى ايه؟ سلو اونست. طيب يبقى هنا السؤال ده هيبقى تتراكين، معلومه ايه ريجيد احفظها وخلاص. نيجي للسؤال اللي بعديه. بيقول لك 32 year old woman برضه رايحة تعمل عملية في ايديها، عايزة تاخد انستيزيا. فالدكتور بيكلمها، قال لها انا، قالت لها ايه؟ قالت له انا عندي والله يا دكتور حساسية، او وانا صغيرة جالي حساسية من ايه؟ من النوفو ايه؟ الكين اللي هو البروكين ده. طب البروكين ده كان ايه؟ لسه قايلين استر. طيب انا عايز ادي لها امايد، يبقى هدور ازاي في الام سي كيو؟ انا مش عايزك تفكر في السؤال ده. لما واحد عندها حساسيه من الاستر، او عندها مش عارف حساسيه من حاجه، من الامايد مثلا، وعايزه تديها استر، ما تفكرش. شوف الاختيارات هنا: كلورو بروكين اي واحده، عد الايات. ماشي. بنزوكين اي واحده. روبي فاكين كام اي؟ 2 اي. يبقى هو ده الامايد بتاعي، يبقى هي دي الاجابه. تتراكين فيها اي واحده. بس كده، ريح دماغك، ما توجعش دماغك خالص في الجزء ده، بصمجها كده هتعرف تحل اي سؤال. طيب خش نيجي هنا للسؤال ده يا شباب. 64 year old man present with mild to moderate musculoskeletal pain. عنده وجع في ظهره، خد اسيتامينوفين. ما طب اكيد طبعا ما عملوش حاجه. طب ليه الاسيتامينوفين مش هيعمل له حاجه وزاوت ريليف؟ لان احنا قلنا يا صديقي ان هو ده شغال يا باشا سي ان اس اونلي، بريفري ضعيف جدا، ضعيف جدا في البريفري، ما ينفعش تستخدمه بريفري. فبالتالي ده بنستخدمه في حالات قلنا الفيفر والهيد ايك، الصداع. فبالتالي مش هينفع طبعا ياخد اسيتامينوفين، ملوش لازمه. طيب بيقول لك الميديكال هيستوري بتاعته فيها ايه؟ فيها بلاوي زرقاء. يعني ايه البلاوي الزرقاء دي؟ دايابيتس، السكر، ضغط، دهون زياده او دهون ثلاثيه زياده، جاستريك ألسر، قرح في، كان عنده قرحه في المعده. وبقى يعمل لي هنا على المعلم الكبير ده: كوروناري ارتري ديزيز. ماشي. اعمل لي عليه كده ايه بالاخضر، عشان ايه؟ ده مهم، ده اللي هنحل بيه السؤال، هو والجاستريك ألسر. ماشي. طيب. طيب نيجي نشوف هنا، او لما نيجي نبص هيقول لك سيليكوكسيب. طيب تفتكر سيليكوكسيب ده كان ايه؟ ده كان كوكس 2 يا ريس. هل ينفع نستخدم كوكس 2 بس سيلكتيف للكوكس 2؟ قلنا بيزود الريسك بتاع الكورونري ارتري ديزيز، لان هو ايه؟ بيلعب في الميزان بتاعنا ويزود لي ثرومبوكسين اي 2، فبالتالي يحصل اجريجيشن ويعمل لي ام اي، فده اكس على طول، مش هنختاره. طيب عندي نابروكسين، ونابروكسين اوميبرازول، واندوميسيسين اوميبرازول. طيب الاوميبرازول ده حاجه بتعالج الجاستريك ألسر. ماشي. طيب احنا نختاره، سيبك بقى من الدواء الاندوميسيسين او النابروكسين، نختاره اوميبرازول ولا من غير اوميبرازول؟ طيب هاجي اقول لك ان انا لو جيت قلت لك ان الاثنين دول، واحد سيمي سيلكتيف مثلا وواحد نون سيلكتيف، الاندوميسيسين ده سيمي سيلكتيف وده نون سيلكتيف، بيقفلوا كده كده كوكس 1. اهم حاجه عندي ان الكوكس 1 بيتقفل. الكوكس 1 ده قلنا بروتكتيف قلنا رينال، للرينال بلاد فلو. طيب وبروتكتيف للجي اي تي، والحاجات التانية كنا ايه قلناها. طيب فانا لما اجي اقول لك ان انا قفلت البروتكتيف ده، يبقى انا ايه؟ والعيان ده كان عنده اصلا قبل كده جاستريك ألسر، وهقلل الميوكوزا لايننج والبايكارب، فبالتالي هزود الريسك بتاع الألسر، فبالتالي انا لازم اديله دواء ايه؟ يعالج لي المنطقه دي او المشكله دي، فهديله ايه؟ الاوميبرازول. فاحنا كده اتفقنا ان ده غلط وده غلط. طيب نيجي بقى للاختيار الايه المرعب. عندي هنا النابروكسين ولا الاندوميسيسين. لو تفتكر كده انا هقول لك حاجه وهتبقى غلط، وانا عارف انها غلط. لو جيت فكرت انا كده قلت اه الاندوميسيسين ده سيمي سيلكتيف، يعني ما بيقفلش كوكس 1 كله، يعني كوكس 1 هيفضل مفتوح. طيب ماشي. وبيقفل الكوكس 2. تمام. يبقى كده ده احسن حاجه للعيان ده. طيب ليه بقى مش احسن حاجه؟ ليه اللي هو النابروكسين احسن؟ هو بيقفل الاتنين في الصفر، لان هو ايه؟ ظبط لي الميزان بتاع الثرومبوكسين، اللي هو ايه؟ فين الميزان؟ تعالى نعمله هنا كده على الجنب فوق. الميزان كفة كفة هنا اهو، وكفة هنا الناحية التانية. هنا كان في الثرومبوكسين E2، وهنا عندي في اللي هو البي جي اي. طيب هو هنا ده لما قلل ده وقلل ده مع بعض، تمام، فبالتالي ايه؟ بيقلل لي هو بيبقى كارديو بروتكتيف عن ايه؟ الاندو ميسيسيل. حتى لو جيت شفت المحاضرة هنا هتلاقيه بيقول لك هنا ايه؟ النون سيلكتيف انزيدز decrease risk for
الكارديوفاسكولار ايفنت اللي هم الايبوبروفين والنابروكسين. ويقول لك هنا يوز كوشن اللي هم ايه الاندوميسيسين منهم هنا اهو. يوز كوشن ان بيشنت ات ايه كارديوفاسكولار ايه ريسك، لان هو ايه زي ما قلت لك سيمي سيلكتيف. واخد بالك مش بيقفل حته اكتر، بيقفل الكوكس 2 انكريز افينيتي في كوكس 2 بس برضه لسه بيقفل ايه الكوكس 1 بس كده. فهي حته الميزان دي خليها معاك وايه افتكرها تمام. او اعرف كده كده ان بروكسن كده كده بيبقى كارديو بروتكتيف اكتر من ايه من التاني، عشان ايه حته الميزان دي ان هو ايه بيوازن الدنيا غير التاني سيمي سيلكتيف. طيب ماشي نخش على السؤال اللي بعده. which statement is correct regarding the difference between acetaminophen and naproxen. احنا قلنا الاستامينوفين ده بيعمل ايه يا شباب؟ هل هو انتي انفلاماتوري؟ الاستامينوفين اصلا قلنا ده مش انتي انفلاماتوري، ان هو مش شغال في البريفري اصلا. عنده مور جي اي سايد افكت ما قلناش الكلام ده عليه. has less risk for CV cardiovascular event compared with naproxen. ممكن برضه نشوف الاخير. acetaminophen has fewer antipyretic effect than naproxen. لا ده احنا دي اصلا antipyretic، فبالتالي الاجابه تبقى ايه سي، لان هو فعلا ما بيشتغلش على السي في زي ان اي نعم النابروكسين زي ما قلت لك بيعادل هذه القصه، بس التاني ده اصلا ما بيشتغلش على الحاجات دي، شغال بميكانيزم تاني قلناه، فما بيأثرش على ايه الكارديو فاسكولار، فهو فعلا ليس ريسك فور كارديو فاسكولار ايه ايفنت. طيب which statement correctly describes the proposed مش عارف mechanism of cardio protection في اللو دوز اسبرين. احنا قلنا في اللو دوز اسبرين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه غريبه في اللو دوز اسبرين، ان هو بينهبت الكوكس 1 اللي بيزود الثرومبوكسين اي 2 اللي هو بيعمل بليتد اجريجيشن وممكن يعمل مايكارديال انفاركشن. لقيناه بيزوده لقيناه بيقفل ده اكتر من ايه lead to a relative reduction في الثرومبوكسين ايه اي 2. طيب بيقول لك بينهبت الكوكس 2، لا بينهبت، قلنا ما بينهبتش الكوكس 2 اكتر، هو في اللو دوز بيبقى شغال على الكوكس 1 اكتر، مور سيلكتيف على الكوكس 1 اكتر تمام. هيقفل الكوكس 1 فبالتالي يقلل البروستاسايكلين. انا مش عايز اصلا اقلل البروستاسايكلين، انا فكرتي كلها اللي هو اي نعم البروستاسايكلين لما ينهبت الكوكس 1 هيقل برضه، لكن لا انا ليه بقلله او ليه بيبقى كارديو بروتكتيف؟ ركز مع السؤال برضه يعني معلش، المعلومه اللي هي دي اخر سؤال ده صح تنفع ودي صح بس على حسب السؤال. هو بيقول لك كارديو بروتكشن، ايه علاقه البروستاسايكلين ايه بالكارديو بروتكشن؟ الكارديو بروتكشن كان ليه علاقه ايه بالثرومبوكسين ايه اي 2، فالاجابه هتبقى ايه بي. طيب نيجي هنا بيقول لك which statement correctly describe the pathophysiologic action of prostaglandin at التارجت تيشو. طيب الباثوفيسيولوجي بتاعه البروستاجلاندينز على التارجت تيشو. طيب بيقول لك بروموت فازو كونستريكشن في الكدني، احنا ما قلناش كده، قلنا بتعمل فازو دايلاتيشن وبتزود الرينال بلاد فلو، فدي غلط ماشي. بروموت صوديوم اند ووتر ريتنشن الكدنيز لا برضو الكلام ده ايه مش صحيح، اللي احنا قلنا هتعمل برضو فازو دايليتيشن. احنا قلنا لما بيحصل فازو كونستريكشن يشتغل الرينال انجيوتنسين سيستم فيقوم عامل لي ايه اللي هو الرص ده، يقوم عامل لي سولت ووتر ريتنشن ماشي. فدي برضو ايه ما تنفعش. decrease secretion of mucus at the lining of the stomach, decrease secretion of gastric acid in the stomach. احنا قلنا انها ايه هيقلل لي الميوكس اللي هو بيحمي الاستومك، لا برضو قلنا بيزوده. هيقلل السكريشن بتاع الاسيد اللي بيعمل دامج لللايننج بتاع الاستومك، ايوه هي دي الصح. هو فعلا بيقلل ايه الجاستريك اسيد سكريشن عن طريق ان هو ايه بيزود ايه قلنا الباي كارب اللي هو الايه الان ايه اتش سي او 3. طيب ده بالنسبه ايه للسؤال ده. وكده نبقى ايه خلصنا. شايف رمضان كريم دي كان بياخدوها قبل كده في رمضان ولا ايه كده؟ ما خلصنا هذا الجي دي. اللي عنده اي سؤال برضه يبعت لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولو عندكم اي سؤال ايه اتفضلوا. يلا السلام عليكم.